السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم جيتكم بكرواسو كيما تاع المحلات يجي بنين هايل. روحوا للمقادير وطريقه التحضير. عندي كيس، عندي لهنايا مغرف كبيره نتاع الخماره تكون كبيره. عندي كاس حليب دافي، تقدروا تعوضوه بكاس نتاع الماء يكون دافي باه الخميره تاعنا تتفاعل. هنايا عندي ربع كاس تاع السكر، اللي هي 3 مغارف سكر. تخلطوهم كامل حتى السكر نتاعكم يذوب بهذه الطريقه كي من هكا. من بعد ضيفوا لافاني، ديروا مغرف نتاع لافاني، حبه نتاع البيض بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش خارجه من الفريجيدير كيما هكا. وتخلطوهم تاني حتى ينحل كامل هذاك البيض في الحليب. وديروا ربع نتاع الكاس نتاع الزيت كيما هكا، وتخلطوهم تاني بهذه الطريقه حتى هذاك الزيت كامل ما يبان من الفوق. وتلموه بالفرينه بالتدريج. ما نطيقش نعطيكم عبر تاع فرينه، كل واحد وفرينته، تقدر تشرب وتقدر ما تشربش، كل واحد ونوعيه تاع الفرينه تاعو كيما هكا. نديرو كيس نتاع خميره تاع الحلويات وتلموا العجينه كامل كيما هكا. ومن بعدها تبداو تضيفوا في الفرينه بالتدريج حتى تتلم كامل، تتلم كامل العجينه معا. نحيدو الفوي على جهه ونبداو نلمو فيها غير بالعقل كيما هكا. لموها كامل، وكل ما يكون خاصكم تزيدوا حتى تسلم العجينه وتولي القوام تاعها طري كيما هكا. انا هنايا كان خاصني زدت الفرينه كيما هكا. من بعد زدت شويه تاع الفرينه باسكو كان خاصني بس العجينه تاعنا مازال ما تنسلم معاه. بعد ما تلموا العجينه كامل، بعد ما تسلم العجينه كامل دلكوها حوالي دقيقتين بهذه الطريقه. ومن بعد كيما هكا حاولوا تشكلوها الى هكا شغل حربوش صغير، وتقطعوها دوائر شغل كوريات، يكونوا تقريبا نفس الشكل ولا الوزن كيما هكا. جاتني 5 كويرات هكا. لموها كامل بهذه الطريقه، ديروها في سربيته ولا كتانه ولا مش عارف، وخلوها حتى تخمر كيما هكا. كملوا كامل حبات بنفس الطريقه وتكملوها كامل بنفس الطريقه. لهنايا بعد ما كنت غطيتها وخمرت طلعت شويه معايا، تحلوها على شكل دوائر صغار كيما هكا. رقوها شويه ولهنا كامل تمركز في الحلال. كل شيء لهنا قاع اللي درتوه كون ما ترقوش ما درتو والو، لازم تحاولوا به ترقوا الماكسيموم كيما هكا. ونخلوها على جهه ونكملو كامل
كامل الكويرات ونديرو دويرة فوق اختها كيما هكا. بهذه الطريقة وتحيدوها على جهة وتزيدوا الثانية بنفس الطريقة وتديروها فوقها. لهنا بعد ما كملت كامل حبات كيما هكا نجيبو الاولى ونحلوها بالحلال غير شويه الاولى غير شويه. وما تنساوش فهنايا ترشوها بالمايزينا. لهنايا انا درت زبده تاع التوريق، ما درتش دهان، درت زبده التوريق باسكو زبده التوريق تجي خفيفه والدهان يجي شويه ثقيل. فهمنا هكا ونزيدو نديرو فوقها هادوك اللي حليناهم من الاول كيما هكا ونزيدو نفس الطريقه كيما هكا. ونزيدو تاني وحده من الفوق كيما هكا. كل ما بين كل وحده شغل طبقه وطبقه ديروا زبده التوريق. نزيدو تاني وحده، انا جاوني 5 نتوما قادرين يجوكم اكتر تاني. ونزيدو زبده التوريق كيما هكا. كيما هكا نزيدو تاني زبده التوريق ونزيدو الطبقه التاليه وما نديرو فوقها والو. نضغطو شويه بيدينا باه الطبقات يلصقوا في بعضياتهم، نضغطوا عليها شويه باه يلصقوا في بعضياتهم ومن نبداو نحلو ما يطيرولناش هكا. ومن بعد نبداو نحلو بالحلل بهذه الطريقه. حاولوا باه ترقوها. شوفوا ديروا المايزينا، انا ما درتش من الاول على هذاك لصقت لي شويه مي نورمال. ديروا لها شويه من فوق تاع المايزينا ومن بعد قلبوها وزيدوا ديروا لها من الفوق كيما هكا. ما ديروش الفرينه، من المستحسن ديروا المايزينا كيما هكا وديروا من الفوق كيما هكا. وزيدوا حلوها بالحلال. رقوا الماكسيموم، لازم تجي رقية بالبزاف كيما هكا. ومن بعد تنحوا هذوك الزوائد باه تجينا شغل دويره ليشان. تنحوا كامل هذوك الزياده اللي جو مضرسين في الحواشي كيما هكا. توتو ليهم كامل وتنحوا. ومن بعد الاولى قسموها على شكل زائد كيما هكا وتبداو تشكلوا شغل مثلثات كيما هكا بهذه الطريقه. كملوا كامل هذيك الشغل دويره.
كيما هكا. ولا هنايا في الوسط تقسموها شغل غير شويه، متهودوش كامل لتحت، غير شويه هكا كيما هكا. بهذه الطريقه. اول حاجه تجيبوا المثلث الاول، تقدروا ديروا شي كل طالع، تقدروا ديروا كيما انا اللي درتها هذه، تقدروا الثاني ما ديروش كامل. هنايا الامر يرجع لكم، تضغطوا عليها في الحواشي شويه باسكو تما تجي شويه غليظه، تضغطوا عليها ومن بعد تبداو ترولوا وتنشعوا من اخر المثلث باه الطبقات يزيدوا معانا كيما هكا. كيما هكا تبداو شغل دوروا تنشعوا شويه حتى تكملوا كامل الشريط كيما هكا. ومن بعد ديروها على شكل هلال هكا، دوروها في الاطراف شويه، وهذا الشكل غادي ينتفخ من بعد شغل يكبر كيما هكا. بهذه الطريقه وكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه اللي شفتوها. ما تنساوش انكم تضغطوا عليها في الاخر شغل عند هذاك الخط اللي درناه باش باسكو تما تجي غليظه، باش ما تجيناش غليظه شغل ترقاق شويه معاه كيما هكا. وهذوك الاطراف تنشعوهم شويه باه يجينا على شكل هلال كيما هكا. وتحطوهم في السنين اللي غادي ديروه في الكوش. انا بعد ما كمل كامل حبات وكانوا خليتهم يخمروا قريب نص ساعة هما يخمروا. من بعد حبة صفر بيضة مع شوية تاع الزيت باه يعطينا ديك اللمعة، وشوية تاع القهوة ولا كيما طيبوا ديروا لافاني باه تروح لنا ديك بنة البيض. ومن بعد ديروهم يطيبوا شعلوا عليهم من التحت، خليهم حتى يطيبوا، من بعد شعلوا عليهم من الفوق حتى يدوا اللون الذهبي كيما هكا. بهذه الطريقه لهن بعد ما عفوا طابوا لي، شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعهم الشباب كيما تاع المحلات، بنتهم بنه. اتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم وينجحوا لكم تاني. شوفوا كيفاش جاوني. نفتح حبه امامكم جا الشكل تاعها مورق من الداخل، يتفتت مقرمش بنته بنه. اتمنى انه تجربوه وين اعجابكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة.